سبحان اللي خلق الدك والنشاك وهدالك جمال مفقود نعاتو ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياتو. ينخدع الداخل إلى محمية نبق بالهدوء العميق الذي يخيم على المكان حتى يحسبها خالية من مظاهر الحياة، لكن الطبيعة الساحرة لا تكشف عن أسرارها وفتنتها إلا لعشاقها ومحبيها، ذلك الكشف الذي يحتاج إلى صبر وانتباه. نبق واحدة من شبكة المحميات الطبيعية المصرية ضمن 3 محميات بحرية فاتنة تقع على خليج العقبة. تتشكل شخصيتها المتفردة من ملامح تتوزع بين التضاريس الجبلية والسهول الساحلية، أما كائناتها النباتية والحيوانية والبحرية فإنها تتكامل معا لتجعل من نبق واحدة من أكثر المحميات تفردا وجمالا في العالم. يا سبحان اللي خلق الدك والنشاك وهدالك جمال مفقود نعاتو ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياتو. تحتل محمية نبق مساحة تقدر ب 586 كيلو مترا مربعا في أقصى الجزء الجنوبي لشبه جزيرة سيناء على خليج العقبة، منها 442 كيلو مترا مربعا من الأرض اليابسة، بالإضافة إلى 144 كيلو مترا مربعا في النطاق المائي. تجمع محمية نبق بين بيئات برية وجبلية وبحرية تتميز كلها بجمالها ونقائها، حيث تمثل موطنا للعديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض. إذا توفر الماء ظهر النبات، وعندما يتسع المسطح الأخضر يلجأ الحيوان إلى حيث يجد غذاء وملاذا. يسكن الغزال المصري سيناء، ويمتد وجوده إلى المغرب وكامل شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والأردن. وقد تعرض ذلك النوع من الغزال للصيد الجائر لدرجة أنه يرى الآن في أزواج بدلا من القطعان. يسكن الوعل النوبي الجبال الوعرة في محمية نبق، وهو على عكس الغزال ساكن السهول شديد البراعة في تسلق أشد المنحدرات وعورة. وتعد أهم طرقه في الدفاع عن نفسه الوقوف ثابتا فلا يلاحظه أحد لاختلاط لونه بلون الجبال حوله. ويتميز الذكر بقرون طويلة تصل إلى متر تقريبا، منحنية للخلف كأنها سيف مشرع، وهو يتغذى على الأعشاب وأوراق الشجيرات القصيرة، ويشرب من المياه المخزونة في أعالي الجبال. يعيش الثعلب الأحمر في سيناء ضمن وجوده في آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وكذلك أمريكا الشمالية، ويتميز بلونه البيج وآذانه الكبيرة وذيله الكثيف الطويل. وعادة ما يألف الثعلب الإنسان ويعتمد على مخلفاته في الغذاء. فإذا اقتربنا من العائلة النباتية في نبق ما استطعنا أن نتجاهل البدء مع نبات المانجروف الذي يطلق عليه البدو اسم الشورى، وهو نبات شجري استوائي دائم الخضرة ينمو في البحار عند مصبات الأنهار حيث تنخفض الملوحة، وهو نبات ذو شخصية فريدة محبة للحياة، وفي سبيله لقهر الفناء يتحايل على كل المشكلات التي تعوق نموه وانتشاره.
فهو يحتاج إلى شروط خاصة لا ينمو إذا تغيب أحدها، وهو أيضا يتوسط بين البيئة البرية والبيئة البحرية، حيث يحتاج إلى مياه ذات ملوحة منخفضة يحصل عليها باختلاط المياه العذبة القادمة مع السيول الهابطة من الجبال لتلتقي بمياه البحر شديدة الملوحة. ويعكف الباحثون الآن في محمية نبق على دراسة مجموعات من الشجيرات تنمو في اليابسة قريبا من شاطئ البحر. ومن خواص المانجروف الغريبة أن جذوره تخرج جذيرات تنفسية فوق سطح الماء تعين النبات على التنفس الهوائي. ولكي يتواءم المانجروف مع الظروف غير العادية للبيئة التي يعيش فيها، فقد قام ببعض التعديلات الفسيولوجية التي أعطته القدرة على إخراج الملح الزائد عن حاجته من فتحات مسامية على ظهر أوراقه. ويمثل المانجروف بيئة خاصة لأنواع كثيرة من الأسماك الصغيرة التي تحاول الهرب إليه من مطاردة الأسماك الكبيرة. وحتى يتأكد المانجروف من سلامة أطفاله، يتم إنبات البذور على الشجرة الأم، فتنزل إلى التربة المغمورة بالمياه المالحة نباتا كاملا وليس بذرة، مما يقلل الفقد في البذور مع التيارات البحرية وحركة الماء. وتعتبر أفراد المانجروف الموجودة في شمال نبق في المنطقة المسماة بالمنقطعة إلى جانب رأس محمد آخر أفراد عائلة المانجروف في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. ما كسبوه بنات جينك لا قربك خلقك ربي تقول من حورياته. يدخل نبات الأراك ضمن الموروث الشعبي عند العرب، فهو النبات الذي تستخدم جذوره في تنظيف الأسنان والتي يطلق عليها اسم السواك. تكثر استخدامات الأراك في الطب الشعبي، حيث تخلط أوراقه الجافة والمطحونة مع الدقيق والعسل لعلاج لدغات الثعابين والعقارب، وتستخدم ثمرته غير الناضجة في علاج آلام المعدة. ويعد تجمع الأراك الموجود في نبق أكبر تجمع لشجر الأراك في الشرق الأوسط، إذ يمكنك السير بجواره بالسيارة مسافة تصل إلى 13 كيلومتراً. السيال، هكذا يسميه البدو في سيناء، ويطلق عليه اسم الصمت في مناطق أخرى من مصر. والسيال شجر شوكي ظليل ينمو على أجناب قيعان الوديان، له أوراق ريشية مزدوجة التفرع، وأشواكه فضية طويلة شديدة الصلابة. ينمو شجرة طويلة ذات ساق صلبة مائلة للاحمرار، أو قصيرا مفترشا للأرض. ثمرته عبارة عن قرون تشبه الفاصوليا شديدة الصلابة. عندما تجرح لحاء شجرة السيال يخرج سائل لزج ما يلبث أن يجف مع ملامسته للهواء، وهو ما يعرف بالصمغ العربي،
الذي يستخدم في الطب الشعبي البدوي بعد إذابته في الماء لعلاج تقرحات العيون والجروح السطحية، ويستخدم مسحوق بذوره في علاج الإسهال. يسكن المحمية تجمعات صغيرة من البدو الذين ينتمون لقبيلة المزينة التي ما زالت تمارس أسلوب الحياة التقليدي في تناغم مع البيئة المحيطة، إذ يعتمدون في حياتهم على صيد الأسماك والرعي والسياحة، ويعمل بعضهم حراسا للبيئة التي يعرفون قوانينها ويحمونها. تنتشر الحياة في محمية نبق تحت الماء وفوق الجبال وبين الكثبان الرملية، كما تبعث الطيور البهجة في سمائها. بين الأمواج الهادئة والسماء الصافية وهذه الكائنات الآمنة، ربما يحلو للإنسان أن يطلق العنان لرغبته في الالتحام مع الطبيعة وأن يلهو قليلا مع البحر. تحته تسبح الأسماك الملونة. وربما استطاع بهذا الشراع الصغير أن يحلق ولو قليلا ضد الجاذبية الأرضية. حوله تاريخ من الجبال والطيور والسفن الغارقة في محمية نبق. لو ولينا شطر البحر سنطالع سماء صافية ومياها تأخذ الألباب بألوانها البديعة من نقطة إلى أخرى. وإذا حاولنا الذهاب إلى عالم الأعماق الساحر وجدناه يجتذب الباحثين والغواصين من أقطار الأرض. تعد الشعاب المرجانية بمحمية نبق من أكثر وأفضل الشعاب تنوعاً في العالم، حيث تضم 208 من الأنواع من الشعاب الصلبة إلى جانب 124 نوعاً من الشعاب الرخوة. تلك الشعاب التي تشكل موطناً ل 438 نوعاً من الأسماك واللافقاريات ذوات الأهمية الاقتصادية، وهي الموارد التي تعد أساس أنشطة السياحة العالمية في المحمية ومصدر الثروة السمكية للسكان المحليين من البدو. تتمتع محمية نبق بوجود 7 أنواع من الحشائش البحرية، تمثل عنصراً منتجاً للمغذيات في مناطق تنخفض بها الإنتاجية البيولوجية بصورة واضحة، وتمثل مصدر غذاء مهم للسلحفاة الخضراء البحرية وعروس البحر المهددتين بالانقراض. تهدف إدارة محمية نبق الطبيعية إلى إدارة الموارد الطبيعية بما يضمن دوام المنظومات البيئية بالمحمية وصون التنوع البيولوجي بها والترويج السياحي للمحمية بما يحقق عائداً اقتصادياً للمجتمع المحلي. وتظل زيادة الوعي البيئي للجمهور وتقديره لثروات محمية نبق الطبيعية والثقافية واحداً من أهم الأهداف التي تسعى إليها إدارة المحمية. حول مناطق المانجروف يشاهد البلاشون الأبيض الذي يتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة الموجودة في المياه الضحلة. تمثل محمية نبق موطناً للضب المصري، وهو سحلية كبيرة يصل طولها إلى 60 سنتيمتراً، تبدو وكأنها خرجت من حديقة ديناصورات، لها رأس صغير وطيات الجلد الثقيل حول الرقبة
ولها مخالب قوية وذيل مدرع، وهي تتغذى على الأوراق والبراعم. أما العقاب الصياد فينتشر على ساحل البحر الأحمر، ويتغذى على صيد الأسماك والكائنات البحرية، وهو كبير الحجم نسبياً، إذ يصل طوله من 50 إلى 60 سنتيمتراً، وهو عادة ما يضع بيضه في أعشاش قرب الأرض، مما يعرض البيض للسرقة من الثعالب. وقد قامت المحمية بإقامة أعشاش خاصة له لحماية البيض. سبحان اللي خلق قدك ونشاك وهدالك جمال مفقود نعاتو، ما كسبوه بنات جينك لا قرباك، خلقك ربي تقول من حورياتو.